قال شاعر باه ضاجر من جرايم كل فاجر ذي نشاهدها مباشر توجع إحساس المشاعر واغرق الدمع المحاجر في العشاير والمعاشر وش بقايا كل داشر والعدو ضاوي وناشر يقتل النسوان. يا عرب ما هو بسابر نترك الشعب المثابر والمكابر فيه صابر معظمه وسط المقابر كسر همه هو بجابر افتحوا كل المعابر واتركوا بعض المجابر واقتدوا بابن الأكابر في من الإيمان. يا عرب وين العروبة والشرف من دون ثوبه تحقروا به كل نوبه ما دعيب وذي عيوبه جات صوبه تفخروا به تقتدوا به في كذوبه بالردى والزور والبهتان. لا عجوبه وليمن ذي تخوبه يبشروا به من شماله لا جنوبه من زهمنا يا لبوبه كل طاغي في دعوبه والدهوبه لا يديجت به ذنوبه قال توبه من حروبه عالم الطغيان. والردية من نواها لا عيونه حلماها في رداها لا دباها كحلها سبت عماها ذا جزاها لو مداها في قواها برضها ولا سماها للفعل برهان. عزها ولا عزاها والمذلة ما نباها والعدان العنتواها في لقاها شبل طاها من قداها من وراها لابتي هزت عصاها من غزاها من عداها يتضح له مستواها داخل الميدان. والمواقف ذي تراها قد كتبها ثم قراها في حماها قومي اللي في ذراها من وفاها في غضبها في رضاها عزها الله واصطفاها للفخر عنوان. والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر يا مخابر لا تخبر دون مصدر من تخبر ويش يخسر وإنه الشيطان الأكبر في لقى الأنصار دبر لو تحشر يوم يظهر نعرفه جابان. حظها أقشر وعدها أغبر لو تجبر طاغي العصر مزنر لا تكبر قد هو أخبر بالعواقب يوم دمر من يفجر بيفجر لو تبختر راعي الشر يوم هستر والله أقوى والله أكبر من قوى الشيطان. بعد ياكل جني بالوفا شيعي وسني تسمعوني يوم وني قلت أغني من مغني قاف عني عن ظني والخبر والعلم مني خصلني لابسني 100 جني بتخني 500 إنسان. يا منادي وين قادي بالوكادي عفت شربي عفت زادي يا قيمنا والمبادي عن سلانا والحدادي في مدنا والبوادي معتقد لي فكر هادي وانت يا ابن فلان. في جهادي في صمودي في عنادي لا تعثر بي جوادي لا تظن الوضع عادي الانتقادي يوم تسعى للسادي حسب ظني واعتقادي كل وادي له سوادي تحكمه عيان. يا المسافات الطويلة بالعويلة بقطعش في نص ليلة والوسيلة كل جني فوق خيله شد حيله مع ولد شيخ القبيلة كيف اسيبه كيف اجيله لا بقى في اليد حيله يا الحليلة هاتي القيفان. بالسلام وبالتحية ذمة الوافي برية والهدية من صفا خاطر ونية والخوي يذكر خويه بالمعزة والحمية والعلاقات القوية يا ملوك الجان. ما علمنا ما درينا من يسار ومن يمينا وش عليكم وش علينا يوم جينا لكن الله بايعينا لا حكينا ويش فينا ما سمعتوا وش حكينا وان سكتنا تأثيرينا خشية النسيان. ما خضعنا ما احتنينا للغزاة الطامعين بالمذلة ما رضينا لو فنينا وانتهينا يشهد الباري علينا لا تحزمنا ضرينا وانتوحدنا غزينا صفق البنيان. من هذا هاية بالبصيرة والدراية والسياسة والرواية رغم بوقهم الغواية والله ما بداية في البداية والنهاية في مضامين الهواية. نسأل الله الهداية من زل القرآن. سلامتكم.